الله الله على معجون التشوينة. معجون من وصفاتنا التقليدية، خاصة في منطقة تاعنا في لاميتيجا. نوجدوه في فصل الشتاء، نقدموه للضيوف، وحتى اللي يحب قهوة كحلة مع فنجان قهوة كحلة. الله 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 يحل ياماتكم مع هذا المعجون. جوزوا معايا نشوفوا الوصفة، خاصة المبتدئات اللي ما يعرفوش. اليوم رايحين نتقاسموا الوصفة. هذا المعجون من زمان نوجدوه، يجي بزاف بنين. بسم الله. هنايا عندي كمية نتاع تشوينة، هنايا عندي بخسكان كيلو. يعني معجون هذا نديرو كمية تشوينة مع كمية السكر كمية الماء، لكن انا نقص شوية تاع الماء ونديرو نص حبة تاع القارص. هنايا بعد ما خليتها باتت ليلة كاملة، هاد التشوينة غسلتها مليح وخليتها باتت ليلة كاملة في الماء. هنايا صفيتها ونشد نبيكيها هكذا بان كوردون كامل، باش هذاك لو سيرو راح يدخل فيها ويمد لها بنة. نعرفوا بلي هي تجي شويه حامضه وشويه فيها المراره، خاصه اللي يحبوا هكذا المعجون هذا. هكذا أنا نكمل. وكاين اللي يحب هكذا بالموس، تقسميها شويه هكذا من الفوق هكذا. واللي تحب تنحي لها البذور تفتحها غير بشويه وتنحي لها البذور، لكن انا نفضل نديرها هكذا بالبذور تاعها. هكذا نكمل انا كامل الكميه. هي بعد ما كملتها نديها نديرها تفور هكذا واحد 10 دقائق. هذا ما كان. هنايا جبت قدرة تكون ثقيلة طبعا، ندير هذيك العبر تاع السكر، نضيف هذاك الماء اللي كنت نحيت شوية من العبر. نعرفو تشوينة والتشينة البرتقال فيها الماء. هكذا نخلط هذاك السكر باش يذوب ونديه فوق النار. ها هي هنا بعد ما فارت نديروها تفور هكذا، ولا ديريها تغلي شويه باش هذيك لابو تاعها تجي طريه. نطريو هذيك لابو تاعها من الفوق. وهنايا عندي نص حبه هكذا تاع ليمون قارص، نعصرها. ولا كنتي درتي كميه كبيره تقدري ديري حبه، ديري العصير تاع حبه ليمون. لو جو تاع ان سيترون كومبلي هكذا. هذاك لو سيرو درنا فوق النار. خليوه هكذا يغلي هكذا واحد 7 دقائق ولا. نضيف هذيك التشوينه هكذا ونخليه يطيب. نضيف بعد ما طاب شويه نضيف له هذيك نص حبه تاع عصير تاع نص حبه تاع الليمون. هذاك الليمون راح يخلي المعجون تاعنا ما يتسكرش، وراح يجي اللون تاعو شفاف. هكذا مازال شويه نزيدو نخلوه. بعد ما ضفنا له هذاك لو جو نزيدو نخلوها. شوفوا هنايا كي تبدا تبان لكم ترونسبارونت هكذا، هذوك البذور الداخل يبداو يبانوا هكذا، تعرفوا باللي المعجون راهو واجد. ولو جو يكون كي تمسوه هكذا تصيبوه يتلاصق، تعرفوه باللي وجد. ها هي هنايا بعد ما وجدت، ها هي راهي سخونه عاد. الا حبيتي تحتفظي بها جيبي هكا باللارا ولا ديريها لداخل، سي نورمال تكوني عقمتيها. ديريها وقلبيها وخليها 24 ساعة إلا كنتي حتحتفظي بها. وهنايا ها هو الله الله كيفاش يجي.
وهاد المعجون تقدري ديريه هكذا في هاد لي بتيت بواط هادو ترونسبارون، تقدري تقدميه في الافراح في الاعياد هكذا انديفيدوال. باش شوفوا حتى البذور تجي تبان، تولي الحبه ترونسبارونت والبذور تولي تبان من الداخل، فما تعرفي بلي راه واجد. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، تجربوها، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.